طبعًا قبل أي كلام الحمد لله على الفوز، كسبنا الحمد لله 3-1. بس دايمًا عندي مشكلة حتى وإحنا كسبانين، هو أنا ليه مجرد ما الفريق اللي قصادي بيحاول إن هو يمسك كورة ويضغط عليَّ بيبقى أنا دفاعي مش موجود، وبابقى أنا فرقة مش موجودة، وليه مهما كان الفريق اللي قدامي ضعيف مع كل احترامي يعني لفريق المقاولين، مهما كانت الفرقة اللي قدامي ضعيفة بالاقي إن أداء الفرقة دي في الضغط والتنظيم الهجومي بتاعهم أخطر مني بكتير. إحنا كسبانين 3-1 صح؟ أنت عارف إن المقاولين اللي ما لعبش غير بعد ما دخل فيه الجون الأول ومضيّع جون كمان بالمناسبة اللي اتحسب offside، عامل 13 تصويبة على المرمى وأنا عامل 10 وأنا كسبان 3-1. وده أكبر دليل إن أنا في الضغط مش بابقى خطير، وأي فرقة تانية مجرد ما بادخّل فيها الجون وبتبدأ إن هي تضغط بتبقى أحسن مني بياما، بتبقى أحسن مني بكتير وبيبقى اللعيبة بتاعتها فارقة عني كتير أوي. هل ده منطقي؟ هل ده طبيعي؟ يعني قولوا لي رأيكم كده في الكومنتات. ليه كده؟ إحنا ليه كده؟ ليه ما نبقاش عارفين نغلب المقاولين؟ ليه الماتش بتاع المقاولين يبقى فيه 9 دقايق وقت بدل ضايع؟ ليه يدخل فيها جونين بسبب تمركزات دفاعية غلط؟ يعني أنت عندك ياسر إبراهيم وأحمد عيد في الكورة بتاعة الجون هم اللي مغطين التسلل، ولما الكورة جت عندهم ما عرفوش يغطوا اللعيب، يعني او ما عرفوش يقفلوا زاوية التصويب للعيب، ده بالعكس ده هم قفلوا الزاوية لشوبير ان شوبير ما بقاش شايف الكورة رايحة فين، اللي هو اتفاجئ بالكورة في الشبكة زينا. يعني انا في واحد صاحبي كان بيتفرج معايا اقسم بالله العظيم والكرة وهي لسه من عند اللاين بتاع الاوت قلت له الكرة دي جون، وفعلا راحت داخله جون، قال لا اوف سايد، قلت له لا عندك اتنين لعيبه مغطيين ما فيهاش اوف سايد، الكره دي جون وهتحسب جون. وفعلا الاوف سايد الجون الثاني بتاع المقاولين او الجون الاول اللي ما اتحسبش بتاع المقاولين في القانون الجديد بتاع ارسن فينجر هيبقى مش اوف سايد. فتخيل انت بقى كميه الاجوان اللي هتخش فيك، لان اللاعب مش تسلل بجسمه كله، بعد كده لازم اللاعب يبقى متسلل بجسمه كله، جسمه كله معدي اخر لاعب عشان خاطر تحسب اوف سايد، فاللاعب يا دوبك ده مميل بس بكتفه كده، ولولا ان بتاع الفار رجع فيها وركز وبص على اللعبه من اولها فهي كانت جون. فانت متخيل ان انت كنت هتبقى متعادل 2-2 مع المقاولين، ويا عالم حسين الشحات هيعرف يجيب الجون ولا لا، الجون اللي جه في الاخر اللي انا بالنسبه لي يعني ما اعرفش هو الجون دخل ازاي، بس هو ربنا ايه، في ناس كده بتبقى امهم ده عيالهم بامانه وبرجوله في الايام المفترجه وفي شهر رمضان الكريم، فبتلاقي ان هو ايه ربنا مسهلها معاه، بس انا ما اعرفش هي الكوره جت ازاي. فالاداء برغم الفوز وبرغم ان انت 3-1 بقى وبتدي للاهلاويه الغفور زي ما بيقولوا في شهر رمضان المبارك، اول ماتش تكسبه في شهر رمضان، بس ادائك برضو يقلق، ادائك يخوف. احمد السيد زيزو ليه سبناه كل ده؟ يعني احمد السيد زيزو ليه اتساب في الملعب كل ده؟ ده من اول الماتش في كوره امام عاشور عطاها له، لو كان مد رجله الشمال بس كده كان زمانها جون، يعني يمد رجله بس، راح هو مأخر نفسه عنها ورايح ونروح بقى نلف ايه، نروح نلف الدائري، ناخد يوترن من اخر الشارع بالكوره، وطبعا الكوره ما حصلش فيها حاجه. كوره تانية برضو ما اعرفش ياسر ابراهيم ولا هادي رياض ولا مين اللي كان بيجريها له لقدام، برضو كسل يجري عليها، في كل كوره هو متاخر خطوه، يعني في كل كوره هو متاخر خطوه، فانا بستنى عليه ليه كل ده؟ كان كفايه عليه الشوط الاول يا عم، يا عم مش هقول لك طلعه من الدقيقه 20 زي كده ما كريم فؤاد طلع الاصابه، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه وتبقى اصابه خفيفه، يعني اكيد طبعا خوفا على مصلحه النادي وخوفا على مصلحه اللاعب، يعني حرام كده حرام، لازم نشوف حل بقى للقصه اللي عنده دي، اللي هو الراجل كل ما يلعب 3 4 ماتشات يتصاب يقعد سنتين، ده مش طبيعي. فلازم نشوف الهيستوري بتاع اصابات اللعيب ده ونشوف هل دي اصابه مزمنه ولا ايه، ولا هي بس كانت في الضمه ولا جت في الرباط الصليبي برضو، يعني ربنا يطمنا عليه خير، ربنا يطمنا عليه خير، مش عايزين نحط سيناريوهات كتير ممكن في الاخر تطلع غلط. نرجع لاستاذ زيزو. انا عملت تغيير اضطراري ان انا طلعت كريم فؤاد ونزلت امير عيد ولا احمد عيد، انا مش عارف ليه جاي في دماغي ان هو امير عيد، نزلت احمد عيد بقى موجود ايه مكانه،
فمش هطلع زيزو، اطلعه الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني، ما استناش للدقيقه 80 ولا الدقيقه 75 عشان اطلعه. هو الراجل ما عندوش حاجه يديها لي، الراجل مش جاهز، مش جاهز بقى فنيا نفسيا معنويا. رامز ما اداهوش فلوسه كلها يعني. ما احنا خلاص مش هنتكلم بقى في الاسباب دي، يعني الحاجات دي خلاص احنا مش هنتكلم فيها. هو مش جاهز في الملعب يا باشا، طلعه ونزل حد تاني مكانه. في المجمل بتاعي انا سيء جدا. في المجمل بتاعي المقاولين لو كان عارفين يخلصوا الهجمات بتاعتهم بطريقه صح، المقاولين كان هيتعادل معاك عادي جدا ويمكن يكسبك كمان. فتخيل ان انا بقول ان المقاولين الفرقه اللي هي ثالث اضعف هجوم في الدوري قادره ان هي تعمل ماتش هجومي عليك وممكن تكسبك كمان. انت متخيل المأساة مان؟ انت متخيل احنا فين؟ فاللي احنا اكتشفناه يا جماعه في ماتش النهارده ان انا كاهلي بفضل اعمل ضغط عالي لحد ما اجيب جون، او الفريق اللي قدامي يعرف يمتص الضغط بتاعي ده، او البدني بتاعي يقع. مجرد البدني بتاعي ما بيقع خلاص انا مش قادر اعمل ضغط عالي. اول الفرقه بقى اللي قصادي ما بتعمل الضغط العالي فهم بيبقوا اخطر، بيبقوا مستحوذين على الكرة اكتر، بيبقوا قادرين ان هم يعملوا هجمات خطر، وانا مش منظم دفاعيا زيهم. يعني المقاولين وهم واقفين في الدفاع بتاعهم انا مش عارف، لا عارف ارفع كرة صح، لا عارف اعدي من النص، لا عارف اشوط كرة صح، مش عارف اعمل اي حاجه. لما هم بقى بقوا بيلعبوا عليا ضغط عالي، لا هم عارفين يعملوا كل حاجه في الكوره، ناقصهم التوفيق بس. وبالدليل انا بقول لك اهو، المقاولين عامل 13 هجمه وانت عامل 10 في ماتش انت كسبانه 3-1. اتمنى ان دي تكون رساله كده للاداره الفنيه بتاعتنا، ورساله للعيبه بتاعتنا، ورساله لمجلس الاداره ان احنا نشوف عندنا ايه غلط ونبدا نشتغل عليه، عشان الموسم ده والله شكله موسم صفري. وخد بالك انت الكاس طلعت منه، يعني مفيش كاس، رابطه انت طلعت منها، انت فاضل لك الدوري ودوري ابطال افريقيا، وبمستواك في الدوري ده مش هتشوف دوري ابطال افريقيا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. نختم كلامنا بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وطبعا ما ننساش اهلنا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق واليمن ولبنان والسودان وفي كل الدول العربيه المتضرره من الدعاء. اللهم امين. ربنا يخف عنهم ويفك كربهم ويرفع الغمه ويرفع البلاء عن كل الدول العربيه وكل الدول الاسلاميه في العالم كله. اللهم امين. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.